فهذا رد لك تفهم على نفسك قبل ما تصير كرامتك. ولو انت شنب، انت هذا فوقك هذا الشنب باللحيه، والله انت طلعت فوقك حرمه. لو انت شنب رجال ما انت دخلت صنعاء، وتدخل رجال شوف رجال صنعاء. يعني اي واحد تحصل غلطه في كل محافظه تحصل غلط، يعني في كل محافظه تحصل غلطات. يعني في مشاكل بتحصل اسريه، في مشاكل بتقع، يعني بمشاكل كبيره. بقى عندكم بعد سطورا عاريه، جيتم تعز بسطورا عاريه. وين صار سطورا عاريه؟ انا بتكلم عن رجال صنعاء، لفوا سطورا عاريه وبعدين ترجع. ثاني قضيه تتكلم بها في القضايا اللي بتحصل حق التواصل الاجتماعي، هذا بيكون فيها نصب او فيها اي شيء. الرجال يكون لما يرسل واحد فلوس لازم يرسل هو عارف من بيرسل، يعني ما يرسل الشخص اللي واحد واثق فيه انسان. مش ترسل وتضغط له عند واحد لكي انه يفعل خير ويرجع في الاخير هو سارق، هو نصاب، هو يا اخي سارق. صرت طلبت من اقرب قس، طلبت من اقرب عم وقبضت عليه. لا تكون تطلع بس وين رجال صنعاء؟ رجال صنعاء ما يلاحقوا بعد جحرك والله بعد غلطك. يعني تصدقوا، في ناس بيتصدقوا ويرجعوا يتلاحقوا على حقهم الصدقه، او حق ما دخلك انت قدام قلت برب العالمين من ذمتك لا ذمته. اما اقرب كلمه قال وينهم رجال صنعاء؟ هؤلاء معاهم شله حوثيه، هذا معاهم شله مدري. يا اخي استحي على نفسك، استحي على شرفك. الانسان ياكل فوق راسه. يا اخي هذا قد بتطلب. اتمنى يا مكحل هذا الكلام يوصل لعقلك. القضايا اللي تحصل اتكلم بشكل عام عن شخصية محدودة. هذا القضية حصلت لموضوع مختص، هذا الناشط هذا الشخص. لا تقول وين يجمع الكل، وين رجال صنعاء؟ ليش ما يسقموا هؤلاء شلة عصابية؟ رجال صنعاء هؤلاء مشرفين وتدخلها سياسة، ورجال صنعاء والقبلية. يا أخي احترم نفسك، والله العظيم ما عندك ناموس، ولا أنت بين الرجال ولا أدخل بين الرجال ولا أتعلم الكلام بين الرجال. ولو كنت رجال انك حتخاطب الناس بخطاب موضوع واضح. خلاص هذاك بطلع البنات، طلع الجحر امه غير البنات. ايش دخلنا؟ الرجال ايش دخلهم؟ انت تصدق يعني في ناس تصدقوا ايش دخل المواطنين المشايخ والرجال؟ ما دخلهم منكم. افعل خير وارفع راسك ولا اترك حقك الخير. هذه رسالة له، والسلام عليكم ورحمة الله.